سلام. واش فراسك بلي لوحة شهيرة ديال الفن الحديث كانت معلقة مقلوبة ل77 سنة في المتحف؟ حقيقة فنية غريبة عمرك ما سمعتي بها. يلا هنشوفوا لوحة نيويورك سيتي آي ديال بييت موندريان اللي ترفصمت في 1942، كانت معلقة مقلوبة أو أبسايد داون في متحف كونست زاملونغ في ألمانيا. تخيل باللي هذا الغلط بقى مستمر من عام 1949 حتى 2022، والخبراء ما عاقوش بوالو طيلة هذه السنين. الخبراء اكتشفوا هذا الخطأ التاريخي لما قارنوا اللوحة بصورة قديمة ديال الفنان في الاستوديو ديالو، ولقاو باللي الخطوط الحمراء كان لازم تكون الفوق ماشي لتحت. المتحف قرر ما يقلبهاش باش ما تتضررش اللوحة، حيث الصمغ والإطار قدام بزاف، فدابا هي رسمياً معلقة مقلوبة كجزء من تاريخها. هادشي كيخلي الواحد يتساءل، شحال من لوحة أخرى في متاحف العالم معلقة بطريقة غلط وإحنا ما عارفينش؟ تصدق حتى المتاحف الكبيرة كتغلط. سبق ليك شفتي شي لوحة وحسيتي باللي شي حاجة ماشي هي هذيك؟ قولي رأيك في الكومنتات، وما تنساش لايك واشترك والجرس باش يوصلك الجديد ديالنا يوميا. نشوفكم قريب. سلام.